بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ الحلقة الجديدة ونستكمل موضوع الأسئلة اللي وجهها الناس لمولانا الشيخ في الدرس. فبيقولوا له أنا ده كان في مصر، ده كان أول يعني لقاءاته مع المريدين يعني، أو خليط بين الدروس بس متجمعة في موضوع واحد اللي هو الأوراد يعني. واحد بيقول له ما ايه هو حكم المريد اللي ما بيقدرش يكمل اوراده؟ يعني واحد خد اوراد دلوقتي المرحله الاولى او المرحله الثانيه او المرحله الثالثه بس ما يقدرش يكمل اوراده، هل في مشكله؟ هل في حاجه بتحصل او بتاع؟ فالشيخ قال له قال صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وده رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لو حاجة غلط غصب عنه أو نسي ما يجراش حاجة. بيقول اللي ممكن أي واحد يقدر يعمله الأساس والفواتح وأوراد الليل. خد بالك من كلمة أوراد الليل دي، ده اللي مبني عليه الطريقة. الشيخ بيقول هو كلام جديد تاني، يعني السؤال اتكرر تاني. فبيقول اللي ممكن أي واحد يقدر يعمله المراقبة عبارة عن فواتح وانت مغمض، وبتقرا جزء من الأساس، وبتقرا المرحلة اللي انت فيها سواء استغفار أو لا إله إلا الله أو الاسم. بتقرا بدون عدد لفترة نص ساعة أو ساعة أو أكتر أو ربع ساعة حسب قوتك، ويكون مغمض العينين وفي حالة وضوء أو من غير وضوء. فنرجع لموضوعنا. الشيخ بيقول له أيوة، أوراد الليل هي المراقبة اللي هو الأساس اللي هو المراقبة وخلاص. بيحكي بيقول الأساس إذا كان الإنسان فاته بتاع يومين ثلاثة يلزم يقضيه. خد بالك من الموضوع ده مهم جدا بقى. يعني بيقول لك الأساس بالذات، يعني ممكن الأوراد مربوطة لا، أي أوراد تانية لا، لكن الأساس بالذات إذا فاتك بتاع امبارح وبتاع أول امبارح وبتاع النهاردة يلزم تقضيه. يعني تعمله قضا. يعني تيجي الصبح بتاع تاني يوم وتبتدي تعمل الأساس بتاع النهاردة وبتاع امبارح وبتاع قبله ال3 أيام اللي فاتوا. فهو بنعيد الكلام تاني. إذا كان الإنسان فاته بتاع يومين ثلاثة يلزم يقضيه، يعني لابد إن يقضيه زي الصلاة القضاء كده. فيعمل الأساس ده الصبح، والدنيا يعمله بتاع امبارح وبتاع أول امبارح. يجي العصر برضه يعمل بتاع ال3 أيام اللي فاتوا. بيقول ليه بقى؟ بيقول عشان الأساس هي حلقة الوصل أو الرباط اللي بين المريد والطريقة. يبقى الحلقة اللي بتربطك بالطريقة أو بتربط المريد بالطريقة أو بالشيخ هي عبارة عن الأساس. والمريد والشيخ والفواتح دي، وأما الفواتح ده للتعريف. يبقى ربطتك بالطريقة والشيخ هي الأساس. فعشان كده لو فاتك بتاع يومين ثلاثة الرابطة أو العهد اللي بينك وبينه أنت تعمل الأساس، حتى لو فاتك تعمله قضا. احنا بنكرر الكلام ده مرتين ثلاثة عشان الحتة دي مهمة. الفواتح دي للتعريف. الشيخ بيقول للتعريف عشان المشايخ تعرفك، لأن أنت يعني مرة زمان أوي سألناه ونقول مولانا، ولما الواحد بيقرأ فواتح المشايخ قالوا أنتوا كلكم في حجر زي السبحة دي، أول ما بتقروا واحد منكم يقرأ الفاتحة الحباية تنور. فالفواتح دي للتعريف عشان المشايخ تتعرف عليك عن طريق الفواتح. بتقرا فواتح السلسلة الكبيرة أو الصغيرة، فده عبارة عن تعارف بينك وبين الأولياء. وأوراد الليل اللي هي راح يكون سبب السير منه، يبقى سبب سيرك إلى الله، زي ما ربنا بيقول فروا إلى الله سعيا. يعني ارجعوا إلى الله. نرجع إلى الله إزاي؟ نرجع بأرواحنا. النبي رجع بروحه وجسده، لكن احنا بنرجع بأرواحنا لأن احنا ما نقدرش نروح الجسد لو نطينا كده على رأي الشيخ ما تقدرش تنط شبر من على الأرض، لكن روحك تسري زي في الرؤية، زي في أي حاجة روحك بتسري. فالروح في السير لما انت بتعمل المراقبة روحك بتتطهر وبتسري إلى الله.
الليل ده اللي هو المراقبة ده اللي راح يكون سبب السير منه الشغل كده. التلاتة دول لابد منهم، اللي هو الأساس والفواتح والمراقبة لابد منهم. ودول طبعا بإمكان أي واحد يعمله، اللي يحسن القراءة والكتابة واللي ما يحسن القراءة والكتابة، والصغير والكبير والمتعلم والمثقف، وأي واحد يقدر يمشي في الأساس والفواتح والمراقبة، لأنهم مش صعب. فواتح ممكن تحفظها الواحد ما بيعرفش يقرا، له فواتح للشيخ، فواتح لسيدي إبراهيم، فواتح لسيدنا الحسين، فواتح لسيدنا الإمام علي، للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو حفظت له الأسامي المعروفة كده خلاص كفاية. ده بالنسبة اللي ما بيعرفش يقرا. بيعرف يقرا بيقراهم من الكتاب على مر 5-6 أيام بيحفظه، فالموضوع سهل وبسيط. فبقول ممكن زي الاسبيتالي. يعني ايه زي الاسبيتالي؟ يعني الاجزخانه. اذا الاحزاب بتاعه المشايخ، هذا الحزب الصغير، الحزب الكبير، التحصينات، الصلاه على النبي، كل ده الاوراد المربوطه عامه تعتبر كلها عامله زي ما يكون اسبيتاليا، زي ما الشيخ بيقول. يعني الاجزخانه عيان ممكن تقرا حزب كبير. برضو الحزب الصيفي تحصين. وواحد عندك مريض برضو نفس النظام. واحد تعبان من حاجه معينه ممكن تقرا له حزب كبير. انت زهقان في الشغل ممكن تقرا حزب كبير. اذا بيقول فيه مطالب المريد كلها. خد بالك من كلمة مطالب المريد كلها دي. احنا يعني لما تعرف ان مطالبك يعني طلباتك اللي في الدنيا. يعني شوف هو مخلي اوراد اللي هي المراقبة دي حاجة بينك وبين ربنا وسير الى الله. مخلي الاحزاب لقضيان حوائج الدنيا. ويتمثل الكلام ده في ان هو بيقول لك دي عبارة عن الاحزاب دي عبارة عن اسبيتاليا، يعني اجزخانة. ادي جملة وبكل تفاصيلها من امراض او اي حاجة تانية، امراض نفسية، امراض عضوية. اقول فيه مطالب المريد كلها. وده برضو موجود في كتاب علمه عنه. مطالب المريد كلها يعني اي حاجة تخص المريد. واحد مش لاقي شغل، واحد زعلان مع مراته. انا بضرب امثله كده يعني جزافيه، لكن هي عباره عن جميع مطالب المريد ايا كان هذه المطالب. يعني الشيخ بيقول اهو، يعني اي حاجه المريد عايزه من الطب المعنوي. خد بالك من كلمة الطب المعنوي ده. الطب المعنوي يعني الحالات النفسية أو الحاجات العامة. من الطب الجسدي، يبقى في فرق أهو بين الطب المعنوي والطب الجسدي. الطب الجسدي بطن وجعاه، عنده قولون، عنده معرفش إمساك، عنده رجليه وجعاه، عنده ضغط، عنده سكر، عنده معرفش إيه. كل الأمراض دي يبقى ده اسمه طب جسدي. قال ده كله علاجه فين؟ في الأحزاب. عن طريق برضو الراجل اللي بيديك أوراد يفهمك تقرأ إيه بالظبط لإيه بالظبط من الأحزاب. الحزب الكبير او الحزب السيفي او التحصين او الحزب الصغير. هنعيد الكلام تاني. في مطالب المريد كلها يعني اي حاجة المريد عايزه من الطب المعنوي، من الطب الجسدي، من الطب الروحاني، في الاحزاب الموجودة، مع معرفته بدقة، بس بدقيق شوية. يعني ليه اعداد معينة تتقري بيها. في حاجات بتتكرر، زي مثلا في حاجة عامة كل الناس عارفاها. ما يكون في حريقة او في خناقة او حاجة، ممكن تقول في الحزب الكبير بسم الله ما اعظم الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. تقعد تكرر فيها لحد ما الخناقة دي تطفي او الحريقة تتقفل. او ابنك سخن تحط ايدك عليه وتقول بسم الله ما اعظم الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. يعني الحاجات اللي زي دي كلها موجودة، يعني معروفة عامة يعني. اذا في حاجات بتتكرر وفي حاجات بتتقري وفي حاجات بتتعد عدد معين. ده الراجل اللي اداك الاوراد هيفهمك. يبقى اذا الاحزاب تعتبر هي العلاج لينا المعنوي والجسدي والطب الروحاني، وكل حاجة موجودة فين؟ في الأحزاب. أما السير إلى الله، الذكر، فهو الاسم الله في المراقبة أو في الوقت العادي أو مراتب الاسم. والأساس ده الرابطة اللي بينك وبين المشايخ، والفواتح دي التعارف. إذا هم الأربع خمس حاجات دول هم الطريقة. قال بعدين الصلوات على النبي، اللي هو الصلاة الذاتية والصلاة المحمدية والحاجات دي كلها، والألف الصلاة على النبي والحاجات دي. قال بعدين الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الأوردات الكبيرة معمولة لدائرة الإحاطة. الصلاة بتاعة المشايخ دي تعتبر اسمها دائرة الإحاطة. في عندنا أنواع من الصلاة على النبي. في صلاة ذاتية، في صلاة ابن مشيش. وهو يقول بعد كده الرتب بتاعة الحاجات دي في أسئلة جاية إن شاء الله.
بس هو ماسك في دائرة الإحاطة. دائرة الإحاطة دي اللي هي اللهم صل على الذات المطلسم، دي معروفة عند ناس كتير جدا في المرحلة الثالثة، والشيخ قال كل اللي في المرحلة الثالثة ياخدها. ودائرة الإحاطة ده عبارة، الشيخ بيقول ده عاملاه المشايخ شيء لله رضوان الله عليهم للمريدين، عشان المريد يكون زي بيبقى عامل زي طلب الصائم للمية، عايز الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. دايما الناس كلها نفسهم يبقوا قريبين من النبي، نفسهم يبقوا قرايب النبي. شوف خد بالك من كلمة قرايب النبي، يعني نفسهم الشيخ يقولها بمعنى أدق من بتاعي، يقوم يقول إيه؟ مضافين للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو زي أسألك الإضافة. فالشيخ بيقول دائرة الحاطة دي زي الدفة بتاع الدركسيون، أو زي الدفة بتاعت المركب. أنت عارف المركب بتبقى بتقدف وفي دفة ورا، الدفة دي تعوجها يمين أو شمال، تحرك المركب يمين أو شمال. مهما كان قوة الراجل اللي بيقدف، قوته تتعكس يمين أو شمال عن طريق الدفة. فبقول دائرة الإحاطة دي عاملة زي الدفة أو زي الدركسيون بتاع العربية، اللي بيحول المريد للنبي صلى الله عليه وسلم. بص خد بالك من الجملة الجاية: غصب عنه أو برضاه. يا سلام! يعني ده عايز يدخلك الجنة، عايز يدخلك الجنة، مفيش فصال. ويقول لك بيعدل المريد، دائرة الإحاطة دي بتعدل المريد زي الدركسيون أو زي الدفة بتاعة المركب، اللي بيحول المريد للنبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه أو برضاه، أو برضاه. يمكن الكلام عشان على الأوراد فهو يعني شديد شوية أو حد شوية، لكن الكلام جميل ويفيد الإنسان، والحاجة اللي تفيدني أنا أبقى مبسوط منها خالص، أو على الأقل أبقى عارف أنا بقرأ أوراد ليه، أو عارف قيمة الأوراد دي ليه، أو فاهم قوتها قد إيه، أو عشان لو أنا جيت طنشتها شوية ولا حاجة أقول لأ، بشوف الأوراد دي بتعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. يعني بالظبط دائرة الإحاطة دي زي ما كنت دخلتك مدرسة هتتخرج منها غصب عنك دكتور. ما انتش خارج من المدرسة إلا طبيب. ما انت لو سقطت 100 سنة هتتخرج دكتور برضه. بيقول لك ايه دائرة الإحاطة اللي هي اللهم صل على الذات المطلسة دي بتعتبر، قال لك زي بالظبط اللي ايه معاه الدركسيون ده بيلفه غصب عنه او برضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. بيسألوه سؤال تاني، وبيقولوا له اللي بيعمل أوراد ولا يحضر الحضرة، ايه رأيك في اللي بيعمل أوراد وما يحضرش الحضرة؟ قال ما ممكن، لأنه لما يعمل الأوراد بيشوف بتشوق، لأن المحبة تزيد بالأوراد، والأوراد من شأنه يقوي الإيمان ويزود الشوق. يعني أنت ما تيجي تقرأ أوراد بتزيدك أنوار، وطالما بتزيدك أنوار تقوم تعمل لك شوق للحضرة، لأنك عايز تشوف أنوار أشد أو أنوار أعلى. بقول لهم مش ممكن، لأن بيقولوا له ممكن الواحد يعمل أوراد بس ما يروحش الحضرة. قال لهم مش ممكن، لأن لما يعمل الأوراد بيتشوق، لأن بيتشوق يعني بيتمنى يروح الحضرة، لأن المحبة تزيد بالأوراد، من شأنه يقوي الإيمان ويزود الشوق. والصلاة في جماعة بيضاعف الأجر. يعني أنت لما تروح بتصلي في بيتك بأجر، بتصلي في جماعة بإيه؟ بيخلي الأجر ضعف. برضو لما بتقرأ أوراد في البيت بأجر، تروح الحضرة بيضاعف الأوراد، بيضاعف أجرك. فبيضرب مثلا لو الصلاة على الجماعة بيضيف الأجر. مطلوب منك الذكر في جماعة بيضاعف الموضوع. بتقول الله في جماعة، كل الحضرة بتقول الله مرة واحدة، زي الصلاة جماعة بالظبط. شفت ضربها مثل جميل ازاي؟ مثل شرعي 100 100. يعني انت بتصلي لوحدك زي ما النبي قال صلاة الفز، بتصلي لوحدك حاجة وتصلي في جماعة بأضعافه. برضو الذكر لوحدك بحاجة، ولما تصلي لما تذكر ربنا في الحضرة، سواء حضرة فرعية أو حضرة سيدنا الحسين، بتضاعف أجرك في الذكر. مطلوب منك الذكر في جماعة بيضاعف الموضوع، مش حتى بيسأل بيقول مش كده. وبعدين صلاة الجمعة لا يجوز إلا في الجماعة، والذكر الجماعي الجد في
الجامع زي صلاة الجمعة والعذر اللي يبيح لك التخلف عن صلاة الجمعة يبيح لك التخلف عن الحضرة. يعني ايه اللي يخليك ما تقدرش تصلي الجمعة؟ مريض جدا، عندك ظرف شرعي ما يخليكش تقدر تنزل من البيت، ده برضو قال اللي بيخليه يمنعك عن صلاة الجمعة هو اللي يمنعك عن حضرة الذكر اللي في الجامع اللي هي بتاعت سيدنا الحسين او الحضرة الفرعية. بيقول لك اللي يبيح لك التخلف من صلاة الجمعة هو اللي يبيح لك التخلف من الحضرة. الشيخ بيقول خلاص يعني فهمته. بعدين صلاة العيد عادة في الخلاء، مولد الشيخ زي صلاة العيد في الخلاء. الموالد يعني يقصد مولد سيدي إبراهيم السوقي، مولد الشيخ محمد عثمان، مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مولد سيدنا الحسين. الموالد دي بتبقى في الخلاء، يعني في حتة واسعة، بيبقى بره الجامع، بيعملوا صرادق، يعملوا فيه الحضرة أو يعملوا فيه درس أو يحيوا فيه بكثرة الصلاة على النبي أو حاجة زي كده. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، ويمكن إن شاء الله نكمل شوية في موضوع الأوراد لحد ما نكمله بس، وبعدين نرجع تاني للقصص بتاعت مولانا الشيخ. لكن الكلام اللي هنا اللي هو سائلينه فيه مفيد جدا لينا، وده اللي يفيدنا قوي في حياتنا في الأوراد. والسلام عليكم ورحمة الله. قيمة الأوراد دي ليه، أو فاهم قوتها قد إيه، أو عشان لو أنا جيت طنشتها شوية ولا حاجة أقول لأ ده شوف الأوراد دي بتعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. يعني بالظبط دائرة الحطة دي زي ما كنت دخلتك مدرسة هتتخرج منها غصب عنك دكتور، ما انتش خارج من المدرسة إلا طبيب. ما انت لو سقطت 100 سنة هتقعد هتتخرج دكتور برضه. بيقول لك ايه دائرة الإحاطة اللي هي اللهم صل على الذات المطلسة دي بتعتبر، قال لك زي بالظبط اللي ايه معاه الدركسيون ده بيلفه غصب عنه او برضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. بيسألوه سؤال تاني، وبيقولوا له اللي بيعمل أوراد ولا يحضر الحضرة، ايه رأيك في اللي بيعمل أوراد وما يحضرش الحضرة؟ قال ما ممكن، لأنه لما يعمل الأوراد بيشوف بتشوق، لأن المحبة تزيد بالأوراد، والأوراد من شأنه يقوي الإيمان ويزود الشوق. يعني أنت ما تيجي تقرأ أوراد بتزيدك أنوار، وطالما بتزيدك أنوار تقوم تعمل لك شوق للحضرة، لأنك عايز تشوف أنوار أشد أو أنوار أعلى. بقول لهم مش ممكن، لأن بيقولوا له ممكن الواحد يعمل أوراد بس ما يروحش الحضرة. قال لهم مش ممكن، لأن لما يعمل الأوراد بيتشوق، لأن بيتشوق يعني بيتمنى يروح الحضرة، لأن المحبة تزيد بالأوراد، من شأنه يقوي الإيمان ويزود الشوق. والصلاة في جماعة بيضاعف الأجر. يعني أنت لما تروح بتصلي في بيتك بأجر، بتصلي في جماعة بإيه؟ بيخلي الأجر ضعف. برضو لما بتقرأ أوراد في البيت بأجر، تروح الحضرة بيضاعف الأوراد، بيضاعف أجرك. فبيضرب مثلا الصلاة على الجماعة بيضيف الأجر. مطلوب منك الذكر في جماعة بيضاعف الموضوع. بتقول الله في جماعة، كل الحضرة بتقول الله مرة واحدة زي الصلاة جماعة بالظبط. شفت ضربها مثل جميل ازاي، مثل شرعي 100. يعني انت بتصلي لوحدك زي ما النبي قال صلاة الفز، بتصلي لوحدك حاجة وتصلي في جماعة بأضعافه. برضو الذكر لوحدك بحاجة، ولما تصلي لما تذكر ربنا في الحضرة سواء حضرة فرعية أو حضرة سيدنا الحسين بتضاعف أجرك في الذكر. مطلوب منك الذكر في جماعة. الأساس ده الصبح، والدنيا يعملوا بتاع امبارح وبتاع أول امبارح، يجي العصر برضو يعمل بتاع ال3 أيام اللي فاتوا. بيقول ليه بقى؟ بيقول عشان الأساس هي حلقة الوصل أو الرباط اللي بين المريد والطريقة. يبقى الحلقة اللي بتربطك بالطريقة، أو بتربط المريد بالطريقة أو بالشيخ، هي عبارة عن الأساس. والمريد والشيخ والفواتح دي، وأما الفواتح ده للتعريف.
يبقى ربطتك بالطريقة وبالشيخ هي الأساس. فعشان كده لو فاتك بتاع يومين 3 الرابطة أو العهد اللي بينك وبينه أنت تعمل الأساس، حتى لو فاتك تعمله قضا. احنا بنكرر الكلام ده مرتين 3 عشان الحتة دي مهمة. الفواتح دي للتعريف، الشيخ بيقول للتعريف عشان المشايخ تعرفك، لأن أنت يعني مرة زمان أوي سألناه ونقول مولانا، ولما الواحد بيقرأ فواتح المشايخ قالوا انتوا كلكم في حجري زي السبحة دي، أول ما بتقروا واحد منكم يقرأ الفاتحة الحباية تنور. فالفواتح دي للتعريف عشان المشايخ تتعرف عليك عن طريق الفواتح. بتقرا فواتح على السلسلة الكبيرة أو الصغيرة، فده عبارة عن تعارف بينك وبين الأولياء. وأوراد الليل اللي هي راح يكون سبب السير منه، يبقى سبب سيرك إلى الله، زي ما ربنا بيقول فروا إلى الله سعيا، يعني ارجعوا إلى الله. نرجع إلى الله إزاي؟ نرجع بأرواحنا. النبي رجع بروحه وجسده، لكن احنا بنرجع بأرواحنا لأن احنا ما نقدرش نروح بالجسد. الجسد لو نطينا كده على رأي الشيخ ما تقدرش تنط شبر من على الأرض، لكن روحك تسري، زي في الرؤية زي في أي حاجة روحك بتسري. فالروح في السير لما انت بتعمل المراقبة روحك بتتطهر وبتسري إلى الله. الليل ده اللي هو المراقبة ده اللي راح يكون سبب السير منه. الشغل كده ال3 دول لابد منهم، اللي هو الأساس والفواتح والمراقبة لابد منهم. ودول طبعا بإمكان أي واحد يعمله، اللي يحسن القراءة والكتابة واللي ما يحسن القراءة والكتابة، والصغير والكبير والمتعلم والمثقف، وأي واحد يقدر يمشي في الأساس والفواتح والمراقبة، لأنهم مش صعب. فواتح ممكن تحفظها الواحد ما بيعرفش يقرا، له فواتح للشيخ، فواتح لسيدي إبراهيم، فواتح لسيدنا الحسين، فواتح لسيدنا الإمام علي، للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو حفظت له الأسامي المعروفة كده خلاص كفاية. ده بالنسبة اللي ما بيعرفش يقرا. بيعرف يقرا بيقراه من الكتاب على مر 5-6 أيام بيحفظه، فالموضوع سهل وبسيط. فبقول ممكن زي الاسبيتالي. يعني ايه زي الاسبيتالي؟ يعني الأجزخانة. إذا الأحزاب بتاعة المشايخ، هذا الحزب الصغير، الحزب الكبير، التحصينات، الصلاة على النبي، كل ده الأوراد المربوطة عامة تعتبر كلها عاملة زي ما يكون اسبيتاليا، زي ما الشيخ بيقول، يعني الأجزخانة. عيان ممكن ترى حزب كبير. برضو الحزب الصيفي تحصين. وواحد عندك مريض برضو نفس النظام. واحد تعبان من حاجة معينة ممكن تقرأ له حزب كبير. انت زهقان في الشغل ممكن تقرأ حزب كبير. اذا بيقول فيه مطالب المريد كلها. خد بالك من كلمة مطالب المريد كلها دي. احنا يعني لما تعرف ان مطالبك يعني طلباتك اللي في الدنيا، يعني شوف هو مخلي اوراد اللي هي المراقبة دي حاجة بينك وبين ربنا وسير الى الله. مخلي الاحزاب لقضيان حوائج الدنيا. ويتمثل الكلام ده في ان هو بيقول لك دي الاحزاب دي عبارة عن اسبيتاليا، يعني اجزخانة. ادي جملة وبكل تفاصيلها من امراض او اي حاجة تانية، امراض نفسية، امراض عضوية. اقول فيه مطالب المريد كلها. وده برضو موجود في كتاب علمه عنه. مطالب المريد كلها يعني اي حاجة تخص المريد. واحد مش لاقي شغل، واحد زعلان مع مراته. انا بضرب امثله كده يعني جزافيه، لكن هي عباره عن جميع مطالب المريد ايا كان هذه المطالب. يعني الشيخ بيقول اهو، يعني اي حاجه المريد عايزه من الطب المعنوي. خد بالك من كلمه الطب المعنوي ده. الطب المعنوي يعني الحالات النفسيه او الحاجات العامه. من الطب الجسدي، يبقى في فرق اهو بين الطب المعنوي والطب الجسدي. الطب الجسدي بطن وجعاه، عنده قولون، عنده معرفش امساك، عنده رجليه وجعاه، عنده ضغط، عنده سكر، عنده معرفش ايه، كل الامراض دي يبقى ده اسمه طب جسدي. قال ده كله علاجه فين؟ في الاحزاب. عن طريق برضو الراجل اللي بيديك اوراد يفهمك تقرا ايه بالظبط لايه بالظبط من الاحزاب. الحزب الكبير او الحزب السيفي او التحصين او الحزب الصغير. هنعيد الكلام تاني. في مطالب المريد كلها يعني اي حاجة المريد عايزه من الطب المعنوي، من الطب الجسدي، من الطب الروحاني، في الاحزاب الموجودة، مع معرفته بدقة، بس بدقيق شوية. يعني ليه اعداد معينة تتقري بيها. في حاجات بتتكرر، زي مثلا في حاجة عامة كل الناس عارفاها، ما يكون في حريقة او في خناقة او حاجة، ممكن تقول في الحزب الكبير بسم الله ما اعظم الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله.
تقعد تكرر فيها لحد ما الخناقة دي تطفي أو الحريقة تتقفل، أو ابنك سخن تحط إيدك عليه وتقول بسم الله ما أعظم الله، كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأ الله. يعني الحاجات اللي زي دي كلها موجودة، يعني معروفة عامة يعني. إذا في حاجات بتتكرر وفي حاجات بتتقري وفي حاجات بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ الحلقة الجديدة ونستكمل موضوع الأسئلة اللي وجهها الناس لمولانا الشيخ في الدرس. فبيقولوا لنا ده كان في مصر، ده كان أول يعني لقاءاته مع المريدين يعني، أو خليط بين الدروس بس متجمعة في موضوع واحد اللي هو الأوراد يعني. واحد بيقول له ما ايه هو حكم المريد اللي ما بيقدرش يكمل أوراده؟ يعني واحد خد أوراد دلوقتي المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة بس ما يقدرش يكمل أوراده، هل في مشكلة؟ هل في حاجة بتحصل أو بتاع؟ فالشيخ قال له قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وده رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لو حاجة غلط غصب عنه أو نسي ما يجراش حاجة. بيقول اللي ممكن أي واحد يقدر يعمله الأساس والفواتح وأوراد الليل. خد بالك من كلمة أوراد الليل دي، ده اللي مبني عليه طريقة. الشيخ بيقول هو كلام جديد تاني يعني السؤال اتكرر تاني. فبيقول اللي ممكن أي واحد يقدر يعمله المراقبة عبارة عن فواتح وانت مغمض، وبتقرا جزء من الأساس، وبتقرا المرحلة اللي انت فيها سواء استغفار أو لا إله إلا الله أو الاسم. بتقرا بدون عدد لفترة نص ساعة أو ساعة أو أكتر أو ربع ساعة حسب قوتك، ويكون مغمض العينين وفي حالة وضوء أو من غير وضوء. فنرجع لموضوعنا. الشيخ بيقول له أيوة أوراد الليل هي المراقبة اللي هو الأساس اللي هو المراقبة وخلاص. بيحكي بيقول الأساس إذا كان الإنسان فاته بتاع يومين 3 يلزم يقضيه. خد بالك من الموضوع ده مهم جدا بقى. يعني بيقول لك الأساس بالذات، يعني ممكن الأوراد مربوطة لا، أي أوراد تانية لا، لكن الأساس بالذات إذا فاتك بتاع امبارح وبتاع أول امبارح وبتاع النهاردة يلزم تقضيه. يعني تعمله قضاء. يعني تيجي الصبح بتاع تاني يوم وتبتدي تعمل الأساس بتاع النهاردة وبتاع امبارح وبتاع قبله ال3 أيام اللي فاتوا. فهو بنعيد الكلام تاني. إذا كان الإنسان فاته بتاع يومين 3 يلزم يقضيه يعني لابد إن يقضيه زي الصلاة القضاء كده. فيعمل بتتعد عدد معين. ده الراجل اللي اداك الأوراد هيفهمك. يبقى إذا الأحزاب تعتبر هي العلاج لينا المعنوي والجسدي والطب الروحاني وكل حاجة موجودة فين في الأحزاب. أما السير إلى الله الذكر فهو الاسم الله في المراقبة أو في الوقت العادي أو مراتب الاسم. والأساس ده الرابطة اللي بينك وبين المشايخ، والفواتح دي التعارف. إذا هم ال4 5 حاجات دول هم الطريقة. قال بعدين الصلوات على النبي اللي هو الصلاة الذاتية والصلاة المحمدية والحاجات دي كلها، والألف الصلاة على النبي والحاجات دي. قال بعدين الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الأورادات الكبيرة معمولة لدائرة الإحاطة. الصلاة بتاعة المشايخ دي تعتبر اسمها دائرة الإحاطة. في عندنا أنواع من الصلاة على النبي، في صلاة ذاتية، في صلاة ابن بشيش. وهو يقول بعد كده الرتب بتاعة الحاجات دي في أسئلة جاية إن شاء الله. بس هو ماسك في دائرة الإحاطة. دائرة الإحاطة دي اللي هي اللهم صل على الذات المطلسم، دي معروفة عند ناس كتير جدا في المرحلة الثالثة، والشيخ قال كل اللي في المرحلة الثالثة ياخدها. ودائرة الإحاطة ده عبارة الشيخ بيقول ده عاملاه المشايخ شيء لله رضوان الله عليهم للمريدين، عشان المريد يكون زي بيبقى عامل زي طلب الصائم للمية، عايز الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. دايما الناس كلها نفسهم يبقوا قريبين من النبي، نفسهم يبقوا قرايب النبي. شوف خد بالك من كلمة قرايب النبي. يعني نفسهم الشيخ يقولها بمعنى أدق من بتاعي، يقوم يقول إيه مضافين للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو زي أسألك الإضافة.
فالشيخ بيقول دائرة الإحاطة دي زي الدفة بتاع الدركسيون أو زي الدفة بتاعت المركب. أنت عارف المركب بتبقى بتقدف وفي دفة ورا، الدفة دي تعوجها يمين أو شمال، تحرك المركب يمين أو شمال. مهما كان قوة الراجل اللي بيقدف، قوته تتعكس يمين أو شمال عن طريق الدفة. فبقول دائرة الإحاطة دي عاملة زي الدفة أو زي الدركسيون بتاع العربية اللي بيحول المريد للنبي صلى الله عليه وسلم. بص خد بالك من الجملة الجاية: غصب عنه أو برضاه. يا سلام! يعني ده عايز يدخلك الجنة، عايز يدخلك الجنة، مفيش فصال. ويقول لك بيعدل المريد، دائرة الإحاطة دي بتعدل المريد زي الدركسيون أو زي الدفة بتاعة المركب اللي بيحول المريد للنبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه أو برضاه، أو برضاه. يمكن الكلام عشان على الأوراد فهو يعني شديد شوية أو حاد شوية، لكن الكلام جميل ويفيد الإنسان، والحاجة اللي تفيدني أنا أبقى مبسوط منها خالص، أو على الأقل أبقى عارف أنا بقرأ أوراد ليه، أو عارف